اهلا بحضراتكم. الفيديو ده احتمال يبقى طويل شوية. انا مش محضر حاجة كبيرة، بس انا توقعي كده انه هيبقى طويل شوية عشان الموضوع برضو ايه، متشعب. انا هاخد الواقعة بتاعت اطلاق النار الاخير على الرئيس الامريكي، ومش هتناول الشق السياسي او الشق اللي مين عمل ايه عشان ايه. لا، انا بتكلم على عندك ايفنت في الاوتيل. الايفنت ده بيبتدي، او عندك مناسبة يعني في الاوتيل او في الفندق اللي عند حضرتك او حضرتك. الايفنت ده بيبتدي من ممكن يكون مؤتمر طبي، ممكن يكون مشروع مثلا زي تمويل عقاري، ممكن يكون وفد دبلوماسي، ممكن يكون وفد رياضي، ممكن يكون حد يعني مشهور زي الانفلونسرز كده. ودول على فكرة يعني لو حد من دول يعني اتعرف، او زي ما بنقول بالبلدي اتشم كده انه موجود في الاوتيل، ممكن تلاقي مثلا يعني 5000 واحد بره الاوتيل، في 5000 عددا، مش مجازا، في كلمة يعني. وهيبقى كده يعني النزلاء التانيين هيبقى البراند اتدمر يعني. فانا حبيت ان انا بس نراجع مع نفسنا كلنا كده الاجراءات بتاعت اي ايفنت في الفندق. طبعا اخواتنا في السيلز والماركتينج بيبقى هو منطلق عايز يجيب للاوتيل اي ايفنت، لان هو حاطط التارجت وحاطط الريفينيو، وده مش غلط. بس هو ساعات برضو ما يعني مش هقول بيغفل، بس هو برضو مش واخد ابعاد قوي حتة الامن، وممكن تروح لفين، وان ممكن حاجة بسيطة تخلي يعني الامور تروح في حتة تانية خالص. يعني مثلا حد حتى لو كان مغني، ان حد يوصل له على الستيج ومثلا المغني يوقف، ده كل ده الكلام ده يوقف الغنى. فالكلام ده كله هيبقى مش مقبول الحقيقة. لو عندي حد دبلوماسي، حتى لو اتعطل بيه اسانسير او اتعطل في الوقت نزولا طلوعا، برضو الكلام ده ما بيبقاش مقبول، بالذات مع الفنادق اللي هي براندز وخمس نجوم. وهنبتدي ناخد بقى الشق الامني، يبقى فيه مشكلة يعني. طبعا احنا متفقين ان الفنادق فيها تحدي كبير قوي، الا وهو ان احنا عندنا نزلاء تانيين، عندنا ناس جايين يستمتعوا، وفي نفس الوقت احنا بنحقق الامن، وفي نفس الوقت انا عندي الاوتلتس بتاعتي والمطاعم والكافيتريات، والفندق بتاعي المفروض انه شغال. في فنادق بتشتغل يعني تقريبا 24 ساعة. طيب انا الايفنت بتاعي بيبقى فيه اللي هو البي او اللي هو زي مثلا التمهيد، ان احنا نعرف والله يا جماعه ده يوم كذا اللي جاي، ده كمان 10 ايام 15 يوم، وساعات طبعا بتبقى اكتر من كده لو على حسب الايفنت. هيبقى عندنا ايفنت كذا. طيب هيبقى عندنا ايفنت كذا، انا كراجل شغال في الامن ابتدي اعمل الهوم ورك بتاعي زي ما بنقول كده. ببساطة جدا، مؤتمر طبي. طب مؤتمر طبي بتاعي ما ممكن يكون مؤتمر طبي بيناقش حاجة مثلا فيها اختلاف ديني، فيها حاجة هتثير مثلا حقوق الإنسان، فهيبقى ليها أبعاد تانية. برضو التحضير ليها يعني دايما أبقى إيه، مذاكر الإيفنت بتاعي ده عامل إزاي. الإيفنت طبي بس فيه دكتور جاي عالمي، يعني أنا مش عايز أقول أسماء، بس حد عالمي جاي. فالحد العالمي اللي جاي ده فرصة إنه يبقى عندي ويبقى الإيفنت ناجح بس في نفس الوقت أخلي بالي. بنبتدي نتدرج بقى. يعني انت الفندق بتاعك ممكن يكون، لو عندك قاعة كبيرة ممكن تبقى مقر انتخابي لأي دولة، ما فيش أي مشكلة. ممكن يجي عندك لغاية رئيس جمهورية دولة هيعمل لقاء مع المواطنين بتوع الدولة دي. فالموضوع واخد كده بعد تاني. على حسب الايفنت، على حسب ما بذاكر، على حسب ما ببتدي انفذ، من اول الدخول والتفتيش لغاية الاجراءات، لغاية يعني ببساطة كده هي مش فكرة دوائر يعني زي حواجز او دوائر امنية. حتى لو كانت افتراضية، مش لازم احط، يعني مش هحط طوب واسمنت وكلام من ده. ولكن مين اللي يخش الايفنت جوه، وليه يخش الايفنت جوه؟ يعني انا النهارده انا ممكن يكون عندي ايفنت المؤتمر الطبي ده جنبيه معرض، ومعرض ملوش علاقه بالايفنت الطبي، لا دول يروحوا عند دول ولا دول يروحوا عند دول، الا لو انا عايز كده. فدي برضو، ومن هنا هو ده التحدي، وعشان كده بنقول احنا نذاكر كويس. في الحاجات اللي هي بقى بتبقى اكبر من كده، مثلا موضوع فيه شق دبلوماسي، في شق حاجه في اي بي، في شق سياسي. هنا بنوصل ساعات لمرحله ان حاجه اسمها المنطقه او الفندق بيتسلم. يعني ايه بيتسلم؟ ببساطه ان بتيجي الجهات الرسميه بتاعت الدوله اللي فيها الاوتيل، وبتستلم مني الاوتيل، او بتستلم مني الحته اللي هيجي فيها الشخصيه دي.
الشخصية دي على فكرة ممكن تكون ضيف على الدولة، مش لازم يكون حد سياسي من الدولة. فهنا الامور بتختلف ازاي بقى، ان احنا بنعمل كأن الحتة دي من الفندق مش بتاعتنا، واللي هيبقى مطلوب من التيم بتاع الفندق انه يروح المنطقة دي او يتعامل مع حد جوه، دول بيبقوا على سبيل الحصر. وساعات بنوصل ان يبقى فيه كارنيهات، ساعات بيبقى فيه ايديهات دخول، ساعات بندي صور، ساعات بندي مواعيد، بندي اسماء، وكل واحد طبعا ليه الاحتياطي بتاعه. يعني انا مش متخيل مثلا يبقى في حد في اي بي موجود في اوضته، حصل عنده مشكله في السباكه، فاقول له والله ما عنديش سباك او مش قادر ابعت لك سباك لان ما نسقتش مع الفريق بتاعك، هتبقى ساعتها هتلف وترجع في وشي. فلا، انا هنا بقى الهوم ورك بتاعي اللي احنا بنقوله ان انا محضر الناس اللي قد نحتاجهم لخدمة الشخصية دي في المنطقة دي، ويبقى في تنسيق مع الفريق الأمني علشان الزيارة تمر بنجاح. في دروس مستفادة، يعني في جميع الأحوال يعني في دول كتير جدا بيحصل حاجة اسمها الانفلتريشن أو مثلا تسلل، أو حد ببساطة كده مش المفروض يكون في المكان يوصل للمكان. دي أكيد غلطة أمن ايا كان بقى. يعني انا بقى ما خدتش بالي، اصل ده انا بقالي 10 ايام مش عارف ايه، ده انا الناس كلها واقفه على طراطيف صوابعها. هي انت ممكن تتقيم في لقطه. الموضوع ببساطة ان انا بعمل الخطة الامنية بتاعتي، ان ايا كان الشخص اللي انا مش عايزه يوصل للحتة دي ما بيوصلش للحتة دي. من اول بقى الافراد بتاعتي للسي سي تي في، ممكن اعمل استراكشر معين ان هو يمشي في طريقة معينة، بحيث ان اولا يبقى بعيد عن المكان، ثانيا لو لا قدر الله حصل حاجة بقى عندي باك اب، واحد تاني باصص، واحد تاني واخد باله في اللي هو الدورية السيارة او الباترولر مخلي باله. انا نفسي في الايفنتات اللي زي كده ابقى موجود، او المساعد بتاعي موجود، علشان ابقى يعني زي ما نقول كده بالبلدي برضو احكام السيطرة، ان انا ما فيش غلطة تحصل. لان برضو ساعات في حاجات كده ايه لاست مينت، او الحاجة المرة واحدة. يعني مثلا المؤتمر بدأ، والله الله ده في دكتور فلان نسى حاجة في الأوضة، هيحتاج يطلع. ممكن لو هو بيطلع كده واحنا قايلين ان هو حد مشهور او كده يبقى فيها مشكلة. فنفس الحدوتة هي، دايما مخلي بالي ودايما عامل الباك اب بتاعي، ان والله لو حصل كذا هنعمل كذا، حصل كذا هنعمل كذا، من اول بقى الكهرباء للتكييف للطبي. ساعات طبعا بحتاج عربية اسعاف عندي تبقى موجودة ومحدد لها الطريق بتاعها. الشخصيات السياسية ممكن ساعات بتبقى اسهل في الامن، في حتة ايه، ان انا بيبقى زي ليا لغاية الحتة دي، وبقف بعد كده التيم بتاع الشخصية دي هو اللي بيتولى التأمين. هنا دي بقى حدوتة تانية خالص، لان هنا دي اولا القصة دي بتاعتهم، وهم اللي عارفين هم بيعملوا ايه، والتدريج بتاعهم بين احنا داخلين هنا في حاجة بتاعت القوة انفاذ قانون. انا في الامن بتاعي، انا في النهاية انا امن اداري، امن بتاع منشأة. فانا الحتة او المجهود بتاعي ان انا احقق الامن بالناس اللي معايا، بزي ما قلت المذاكرة اللي انا بذاكرها للايفنت الموجود عندي. ده باختصار يعني اللي حبيت ان انا اشاركه مع الزملاء. الايفنت لما بيخلص من الضروري جدا ان انت برضو تبقى اول واحد تدخل، او حد من الامن يدخل، اللي هو بيعمل زي برضو سكاننج كده للمكان، او ان هو يخلي باله يبص بصة كده. ساعات بيبقى فيه مذكرات، ساعات حاجات شخصية، موبايل، متعلقات شخصية، شنطة فيها ايا كان اللي فيها، وهكذا. فمن الافضل يبقى الامن موجود في الحالات اللي زي كده. التليفون لو مثلا بتاع دكتور كبير، بتاع شخصية سياسية، بتاع شخصية مهمة، التليفون ده مش سهل لو حد لقاه، والنمر اللي عليه والصور اللي عليه، ولو يعني ممكن يفتح علينا يعني ابواب ما نحبهاش يعني. والايفنت زي ما بيبقى سبب ان الفندق يبقى اسمه في السماء ويبقى ايفنت ناجح ممكن يبقى سبب ان ما تتعملش ايفنتات من النوع ده خالص في الفندق. ودي برضو هنا خطورة الموضوع ده. وده طبعا بيتطلب تنسيق، ان احنا نبقى عارفين مين اللي جاي، وعارفين اعداد، وعارفين في جدول او برنامج للزيارة، وفي من اول كام لكام، برضو اختيار الاوض، واختيار حتى توقيت الزيارة. يعني انا ممكن لو عندي وقت اتحكم ان الشخصية تيجي في تاريخ كام، بلاش ويك اند مثلا، او ان الميعاد بتاع المؤتمر او مؤتمر صحفي يبقى التوقيت بتاعه كذا احسن من كذا، الدخول من الحتة دي احسن بدل من الحتة دي. كل ده بيبقى زي ما قلت قبل كده الهوم ورك اللي انا بعمله لغاية لما اوصل ان انا يبقى عندي ايفنت ناجح. وساعتها بيبقى الامن اضافة للبراند،
يعني بتبقى زي ما بيقولوا كده ايه، الماركتينج ماشيه لوحدها، ان الناس لما تيجي تفكر تعمل ايفنت كبير من غير ما يفكروا يجوا للمكان بتاعك. اتشرف بحضراتكم دايما.